بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بخالص عزائي وعزاء جميع من في الاستوديو لأسر شهداء رفح، وأدعو الله أن يسكنهم فسيح جناته. مما لا شك فيه أن مصر الآن تمر بمرحلة صعبة في تاريخها، وعلى الجميع مسلمين وأقباط، شباب وشيوخ، نساء وأطفال التكاتف من أجل تخطي هذه المحنة الصعبة. في البداية دعوني أرحب بضيفي في هذه الحلقة، ضيفي الأعزاء الدكتور مدحت العجيل، استشاري الجراحة بمستشفى الهلال والحاصل على الزمالة البريطانية في الجراحة العامة، والدكتور أحمد رشدي، الكاتب والمفكر الإسلامي، والدكتوراه في التنمية البشرية والصحة النفسية. أهلا دكتور. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. إيه رأيك في مصر دلوقتي، ومصر رايحة على فين، والتطورات اللي بتحصل والأحداث اللي احنا بنمر بيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقدم التعازي لأسر الشهداء سينا، وربنا يجعلها إن شاء الله آخر الأحزان. ثانيا، مصر رايحة على فين؟ بالنسبة لي أنا أتكلم من الناحية الطبية، ما أعرفش التجارة فيها إيه، الزراعة، الصناعة، السياسة، إنما الناحية الطبية المستشفيات بتهاجم البلطجية بشكل مرعب. طبعا كنا سمعنا القصر العيني قفل، والباب الشعرية قفل، والحسين والمطرية والساحل، مع ان احنا المفروض بنقدم للعيانين خدمات. يجي المريض معاه سنجة، معاه طبانجة، معاه بلطة، مفيش سراير لان المرض كتير. المستشفى معمولة للمرضى مش للبلطجية. انا النهارده بس طول الليل من 7 بالليل ل 7 الصبحية 4 حالات جرح نافس خناقة. ده مش طب ده. التاني الدباشة اللي بعدها 5 طلق ناري، اللي في بطنه، واللي اشيل له الطحال، واللي اشيل له الامعاء، جزء من الامعاء، واللي وصله في المثانه، واللي عامل له بتر. ده مش طب، ده طب حروب، ده طب الحرب، واحنا المفروض احنا ايام سلم. طيب. وبعدين بالنسبه للطب، المستشفيات طبعا نحتاج الوزير الصحه يعدي على كل المستشفيات. ناقص في كل حاجه، مش ده مش هزار، لابد الاول نعترف ان احنا عندنا اخطاء. تمام. ناقص في كل حاجه. يجي لي العيان كسف الضلوع، ما عنديش انبوبه صدريه، ما عنديش يعني ايه تفتكر يا دكتور مدحت العيان اللي هو بيجي يعتدي على الاطباء او يرفع السنجه والمطوه اللي معاه، او هو جاي يهجم، هل هو ده يعني ممكن نعتبره تقصير من الاطباء، تقصير من المرضى، تقصير من الامكانيات الموجوده في المستشفى؟ لا، هو العيان سعادتك العيان جاي، ما هو مستحيل يكون العيان جاي كده من هو اصلا سعادتك هو بعد الثوره العيار فلت. حاجه مش معقوله. يعني احنا قبل الثوره ناس محترمه وناس مؤدبه، والاشارات نمشي براحتنا، والعيان يجي مؤدب، والدكتور يبقى محترم. بقت حاجه صراع مش معقوله. ايه اللي حصل؟ كانت حاجه مش كانت في وفتحت على البحر. الموضوع كله دلوقتي العيان بيجي عدواني في دماغه ان هو انا هضرب الدكاتره وهشتم الدكاتره وهخش غصب عنهم. طب مين اللي هيعالجك؟ المستشفيات كتير قوي فيها امكانيات فيرست ايه او الايه الاسعافات الاوليه، وممكن نحوله مكان تاني. العيان ما اداش فرصه، لا يشتم ويضرب. طب ما نسيبك مستشفى ونمشي. وبعدين التلفزيون صور ان بلطجي ضرب ضابط في قصر العيني بالقلم، وضرب عندنا رفع مطوه في الزاويه الحمراء على اخصائي محمد معوض بتاع المسالك. مش معقول. تمام. يعني والشرطه مش موجوده. ما كانتش الشرطه والدوله تحافظ على كدكاتره، حافظوا على المبنى بتاعكم. مبنى فيه 7 مليون جنيه ادوات، على اساس ان هي دي ده بتاع الدوله، احنا ونمشي وفلوسهم يعني عربياتنا وهنمشي. هو المريض او اهل المريض اللي هم جايين يدخلوا بيجي والله يا دكتور علاء، بيجي المريض معاه سنجه طالعه من البنطلون بتاعه، بيكسروا يعني مطلوب مني ان انا الحكومه ترخص لي طبنجه. لا هو جاي، هو جاي متخانق بره، واخد بالك؟ فطبعا السنجه بالطبيعي هي معاه، فطبعا اول ما بيخش بيستخدمها. يعني ايه رايك في الكلام يا دكتور احمد؟ احنا شايفين ان يعني العيار نفد، بلطجيه يهاجمون ابراج نايل سيتي، مقتل 3 واصابه 10 في اسيوط، اصابه 10 في اشتباكات بالاسلحه في اسوان، اصابه 6 في اشتباكات بالاسلحه في بني سويف، البدرشين، دهشور. ايه الحكايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه برضه اكرر التعازي لاهالي الشهداء في رفح، واقدم التعازي لمصر الحبيبه كلها. يعني مصر الان في حاجه الى ان نعزيها كلها، لان ما يمر بنا من احداث هو احداث مفجعه ومفزعه، وتستدعي فعلا ان نقف وقفه لنرى ماذا حدث
وماذا يحدث وإلى أين نحن سنذهب. من المتعارف عليه أنه الأحداث العظام دائما ما تترك نوع من الخلل في البنية التركيبية للمجتمعات الإنسانية بأسرها. احنا لما قامت الثورة، مع ان انا عندي ملاحظة على الثورة دايما اقولها يعني، بس ليس هذا مجالها لان المجال لا يتسع. لما حدث هذا التغير العظيم الناس كانت جميلة جدا، وكنا بنحب بعض، المسلم مع غير المسلم في الميدان مع بعضينا، بندافع عن بعض، بنحب بعض، بنقدم التعاون والخدمات لبعض، قلبنا على قلب بعض. وقفنا عملنا ما يسمى التروس البشرية والدروع عشان نحمي بيوتنا من البلطجية وبتاع. كانت روح جميلة جدا وطيبة جدا. مش عارف طب ايه اللي حصل؟ ما قدرناش نستوعب هذه اللحظة. هذه اللحظة كانت لحظة فارقة في حياتنا. احنا اتخذنا لما تقعد فترة تجيب طفل صغير وتنك تضرب فيه وتزجره وتنهره ثم تترك له العنان بعد ذلك مطلقا، بيحصل فيه تغير. هذا التغير ما بيستوعبوش هذا الطفل. فاحنا عاملين زي الطفل الذي ينمو ومش عارفين احنا هنعمل ايه بعد كده. فمحتاجين هل حد ياخد بايدينا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا لما يحب ويرضى، وان ينزع من بيننا الغل والحقد والحسد والكراهيه وهذه الامور الغريبه والعجيبه والمريبه يعني التي اصيب بها الشعب المصري. مش احنا شعب مصر كده يعني. لما الدكتور مدحت يقول لك بيجوا الناس يبلطجوا يعملوا مع حضرتك تقول لي في ناس في اسوان مش عارف مات ايه، مش طبعنا ده. طيب يا دكتور احمد، احنا سمعنا عن حاجه اسمها تنميه صناعيه، تنميه زراعيه. من محلل والفكر الاسلامي يعني ايه تنميه بشريه؟ عشان نحلل يعني ايه بلطجه، احنا عايزين نقول التنميه البشريه دي يعني ايه؟ هو انا مبدئيا انا يعني رغم ان انا يعني متخصص في مجال التنميه البشريه، الا اني اكثر الناس يعني غضبا على التنميه البشريه. بدايه المفهوم بتاعها يعني التنميه البشريه اما نيجي نبص كمفهوم هي بدات يعني تزدهر وتنمو في 1994 بعد القرارات بتاعه الامم المتحده لما طلعت وقالت ان احنا بعد الحرب على العدوان على العراق، وابتدت يعني تنظر الى منظور التنميه البشريه واهميه العنصر البشري وتنميه هذه الموارد البشريه الجميله جدا، بدايه كمان من الحرب العالميه الثانيه وانتهى. يعني ابتدى علماء كتير جدا يفحصوا ويقولوا طب احنا رايحين فين بعد الحرب العالميه الثانيه دي، بعد تقسيم العالم العربي وتقسيم العالم الاسلامي. فابتدوا يقولوا لا احنا عايزين نستغل بقى العنصر البشري ونحكمه في الاقتصاد من ناحيه، التجاره من ناحيه، العلم الاجتماع من ناحيه ثانيه، جميع مناحي الحياه نستغل فيها هذا النمو. فلما نيجي نقول التنميه معناها الزياده، والبشريه يعني البشر. طب هل انا هزود البشر؟ لا، يعني هي مش يعني التنميه البشريه هي الزياده البشريه. يعني فانا مش عايز ازود البشر، انا مش عايز ازود عدد البشر. البشريه يعني انا التنميه البشريه زياده عدد البشر، فانا حقدي على التنميه البشريه وغضبي عليها العدد. لكن انت لما تغير لي مفهومها والناس بتفرح، ايه يا عم الحفيد يقول لك التنميه البشريه. وانا اعتقد ان التنميه البشريه مع الناس اللي بيعملوا الرجيم اللي هم يعني بيخسسوا الناس اللي زي حالاتي دول عمل من لا عمل له. يعني اللي ملوش حاجه يعني يقول لك انا تخصص تنميه بشريه وتقول لك انا تخصص تخسيس، وبقت هوجه وموجه وكله تنميه بشريه. كل التخصصات. طب يا حبيبي قالوا ما هي مفهوم التنميه البشريه؟ انا تعبت كتير، ويعني انا حصلت على الماجستير في التنميه البشريه سنه 1995 ومن احدى جامعات لندن، لان كانت موجوده في مصر، وكنت اخبي على الناس اللي حواليا كلهم كانت هذا العلم غير مقبول. كان في بعض الدول العربيه بيعتبروه لان في ما يسمى بالعلاج بالايحاء والتموين المغناطيسي، ان انا اوحي اليك بان انت عندك مشكله فاحاول انزعها داخليا ثم اضع مكانها الحل الاخر واشيلها خالص واعمل ديليت وادخل لك الحل السليم واقول لك اصحى فوق انت بقيت الدنيا جميله. بعد ما تعمقت وقرات ودرست لقيت ان هي دي ده اتهام ده اتهام صريح للي هم متمسكين كل من يرى علم التنميه البشريه. ده في اساطيل وفي كل من يرى نفسه انا كفء في التنميه البشريه ليلاقيني وراء هذا الوادي. صحيح والله. زي عمر الخطاب. يبقى لينا حلقه بقى نتكلم لان اصلا التنميه البشريه دي يعني ايه تنميه بشريه؟ انت قول لي تنميه مهارات البشر، تنميه فكر البشر، تنميه اعدادات البشر، اي حاجه ثانيه. لكن تقول التنميه البشريه دي حاجه ثاني. حاجه التنميه البشريه انا بعتبر ان هو العلم اللص. يعني هو علم سرق من
علم الدين يقول لك من اهم المبادئ والمفاهيم ان تكون هناك في استواء نفسي وبتاع بينك وبين ربنا. طب ما ده انت واخدها من الاسلام من عندنا سرقها. اما قلت لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لربك عليك حق وان لبدنك عليك حق وان لاهلك عليك حق فاعطي كل ذي حق حق. يعني انت بتجيب لي حاجه ثانيه بس خالص جديده وتقول لي خدها اهي. القران جديد ماشي، ما انت ما تنفعش مع فلما الانسان يجي يبحث فعلا يقول لك ايه لابد ان يكون متفق عليه. نقول من ضمن الحاجات بقى اللي غاظتني وكنت اقاوم فيها الناس اللي انا لغايه دلوقتي انا نزلت احضر بعض المحاضرات اللي يعني الناس ما تعرفش ان انا في متخصص التنميه البشريه، بحضر عشان خاطر اشوف ايه الدنيا فيها ايه، الناس دي ماشيه ازاي وعامله ايه يقول لك عشان تنجح تحدد هدف، واي هدف هتحطه لابد ان يكون تنجح فيه. طب ازاي ده؟ لابد ان توفر في الهدف ده شروط. تمام. يعني هو الشروط بتاعته مثلا من ضمنها انا هاخد بس دقيقه واحده. مثلا انا حطيت هدف قدامي هحققه ازاي؟ يعني دلوقتي انا عايز الهدف بتاعي ان انا عايز اضرب الاندرتيكر واخد بطوله العالم في المصارعه، هدف. طب هتيجي ازاي؟ ده انا كلي 50 سم، ده انا 90 سم، ولا اعداد ينفع؟ ما انا لابد ان يكون الهدف قابلا للتطبيق. يعني قصدك حضرتك ان التنميه البشريه في سياقها العام ده وهم لابد ان يخضع لابد ان يخضع لعلم الاجتماع والصحه النفسيه. تمام. من ضمن انا مش هجيب علم جديد عشان اسرق من العلم ده واحطه تحت العلم ده. من ضمن انا عندي الصحه النفسيه حضرتك. طب ما هو يا دكتور علاء دلوقتي انا عندي علم الصحه النفسيه بدرس فيه سواء النفسي والمرض النفسي والحاجات دي كلها. ده انا مش محتاج ان انا علم جديد تاني عشان اجيب من شويه من العلم ده احطه هنا. تمام. هو برضو يعني انا معانا ان شاء الله فيديو هنعرضه على الساده المشاهدين اسمه متحدي الاعاقه، ان شاء الله على ما يجهز ساعتك هتعقب عليه. انا بس هسال الدكتور مدحت يعني برضو بمناسبه موضوع التنميه البشريه وموضوع ان هو سلوك بشري. يعني لو جالك واحد بلطجي في المستشفى، سيبك بقى من المريض، المريض اهو على السرير والناس بتقوم حواليه، البلطجي بقى اللي جاي اللي انت بتقول ماسك كازلك ولا ماسك سنجه ولا بتاع، هتتعامل معاه ازاي كدكتور؟ هو المفروض شغلتك بس هنشوف بقى. تمام.